وصحبه الأبرار وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. أيها الإخوة المؤمنون، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي القدير بما جمعنا في هذا المكان المبارك الطاهر أن يجمعنا غدا مع الحبيب المصطفى، وأن نشرب من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. أيها المؤمنون، أيها الصائمون، لا شك ولا ريب أن زكاة الفطر من العبادات المعروفة عند كل مسلم ومسلمة. فزكاة الفطر واجبة أوجبها الشرع الحنيف لعموم قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبقول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فما هي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر كما عرفها العلماء هي إنفاق مقدار معلوم عن كل فرد مسلم. يعيده قبل صلاة عيد الفطر في مصارف مخصوصة. كذلك تعريف آخر هي زكاة الفطر هي إنفاق مال محدد شرعا يخرجه المسلم عن نفسه. تخرج على روحك. يخرجه المسلم عن نفسه وبدنه ومن يعول بسبب ماذا؟ بسبب الفطر بعد إتمام الصيام على وجه مخصوص. إذن زكاة الفطر واجبة عليك وعلى من تعول، يعني إذا تصرف عليهم وتنفق عليهم كالزوجة والأولاد وما إلى ذلك. وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل قادر عليها، على كل إنسان قادر على هذه الزكاة وعلى هذه الصدقة، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير. حديث واضح. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير. وفي رواية يقول عليه الصلاة والسلام: فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاع من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر وأنثى من المسلمين. وكلمة فرض في الحديث تعني أوجب وألزم. كلمة فرض تعني أوجب وألزم، بمعنى صدق زكاة الفطر أو الفطرة راهي واجبة على كل إنسان قادر عليه. وقد فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة في العام الذي فرض فيه الصيام. طيب، الحكمة من مشروعيتها، وش هي الفائدة هذه تاع الزكاة هذه الفطرة هذه؟ وش هي الفائدة تاعها؟ أولا
شرعها الله عز وجل لتطهير الصائم من الذنوب والخطايا. الطهرك هذه الصدقة هذه الطهرك شرعها الله عز وجل لتطهير الصائم من الذنوب ومن الخطايا ولجبر النقص والخلل الذي حصل منك أو حصل منه خلال صومه. إذن الإنسان لو يغلط في رمضان مش ما يغلطش يرتكب بعض الذنوب والمعاصي، فهذه الفطرة هذه الصدقة هذه تمحيلك هذيك الذنوب هذيك تاع الشهر هذاك تطهرك، فهي بمثابة سجدتي السهو بالنسبة للصلاة. الإنسان يسهى في الصلاة ينقص ولا يزيد وش يدير سجود السهو سواء قبل السلام أو بعد السلام، فهذاك السجدتين هذيك تصحح لك الصلاة نتاعك. فكذلك زكاة الفطر بالنسبة للصيام. كذلك من الفائدة ومن الحكم شرعها الله عز وجل للتخفيف عن الفقير. شرعها الله عز وجل للتخفيف عن الفقير ومواساته في يوم العيد. في هذا النهار هذا لازمنا ما نساوش خواتنا الفقراء، لازم نعاونوهم باش حتى هما يفرحوا كما نفرحوا حنا. إذن شرعها الله عز وجل للتخفيف عن الفقير ومواساته في يوم العيد وإشعاره بعطف المجتمع عليه وعدم نسيانه، فتعم الفرحة الجميع فقراء وأغنياء. إذن الغني يفرح والفقير كذلك في وسطنا يفرح. لذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الفطر طهرة للصائم. زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، أو محل الشاهد وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طيب، على من تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر على المسلم القادر عليها. على المسلم القادر عليها. تبعونا ملاح يا جماعة، ما تغفلوش وما تسهوش. تجب زكاة الفطر على المسلم القادر عليها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته. أي واحد تصرف عليه في الدار واجب عليك أنك تخرج عليه. وعن كل من تلزمه نفقته فيجب عليه إخراجها عن نفسه وعن أبويه الفقيرين. إنسان عنده والديه ما عندهمش زوالي واجب عليك أنك تخرج على والديك الفقيرين. قلنا عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وزوجته. الزوجة نتاعك حتى تكون ملياردير لازم تخرج عليها. وزوجته وزوجة أبيه الفقير. باباك عنده زوج نساء تخرج على الثانية هذيك. وزوجة أبيه الفقير وأبنائه الذكور، على أولادك وأولاده الذكور حتى يبلغوا ويقدروا على الكسب. ولادك الذكورة تخرج عليهم حتى يبلغوا، كي يبلغوا يوصلوا 18 سنة واللي يخدم قادر يدخل مصروف أنت راك أصبحت ما عندك مسؤولية عليه باش تخرج عليه. هذا قادر يدخل دراهم عنده خدمة يخرج على روحه، ما تخرجش عليه نتايا إلا في حالات ما عندوش بطال. ولكن هذه بطال هذه احنا في المجتمع الجزائري ما نقبلوهاش بطال. الشباب تاعنا
عنده حوايج بزاف يخدمها، ما كاينش بطال هنا، حتى بغض النظر عن أصحاب الشهادات، مع احتراماتي للجميع، مش شرط أنك تخدم في الضمان تاعك سير وما تخدمش، لا، ما اعترف به واش تخدم. إذن فعلى الشباب يجتهدوا وينحيوا المتفنين هذا لحاكمه. إذن تجب عليه إن كان بالغا وقادرا على الكسب. كذلك وعلى بناتك حتى يتزوجن، كذلك تخرج الفترة هذه على بناتك حتى يتزوجوا ويروحوا لديارهم. مش واحد يخطبها تقعد عندك الدار تقول ما نخرجش عليها، لا، تخرج عليها حتى تروح لدار راجلها. ما دام راهي قاعده معك في الدار المسؤوليه راهي تحت يدك انت. اذا ولادك حتى يبلغوا يقدروا يكسبوا، البنات حتى يروحوا لديارهم، حتى يتزوجوا يروحوا لديارهم. طيب، جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله. ابن عمر الصحابي الجليل كان يعطي زكاة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم وعمن يعول وعن رقيقه ورقيق نسائه. إذن كان يخرج على الخدامة نتاعو، العبيد نتاعو كان يخرج عليه. كذلك من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب لمن تكفل بأيتام أو غيرهم، إنسان سيصرف على أيتام مربي يتيم ولا يتيمة، فهذا من باب الاستحباب أن يخرج عليه أو يخرج عليها زكاة الفطر من أهله وأقاربه كإخوته وأخواته أو عمه أو خاله، إخراج زكاة الفطر عنهم ولا تجب عليه. طيب أيها الإخوة، جمع التبرعات لفائدة مساجد القدس، حي 500 مسكن الحروج، ومسجد الإيمان بتمالوس. فلا تبخلوا على أنفسكم، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ونحن في العشر الأواخر من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة في هذه الأيام. لا تبخلوا على أنفسكم، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. طيب، كذلك المسافر لا يجب على المسافر إخراجها عن نفسه إذا كان عادة أهله إخراجها عنه وأوصاهم به. إذا الإنسان خدمة ديما مسافر، إذا كان وصى الأهل تاعو يخرجوها عليه فبها ونعمت، إذا كان ما وصاهمش فهو يخرج على روحه. فإن لم تكن عادتهم إخراجها عنه أو لم يوصهم بها وجب عليه إخراجها عن نفسه. طيب، هذه مفهومة. زكاة فطر واجبات تخرج على روحك وعلى الأهل تاعك وعلى أولادك وكذا وكذا، مفهومة هذا. طيب، نجيو المقدار الواجب، المقدار المحدد لها شرعا. المقدار الواجب إخراجه عن كل واحد مما فضل عن قوته وقوت عياله، مما فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد. المقدار شحال؟ صاع من قمح، صاع من قمح أو شعير أو تمر أو أقط، الأقط هذا اللبن المجفف، أو زبيب ولا الرز. هذو هما الحوايج، الأصناف هذه 9 أصناف، أو ذرة أو دخن أو سلت. هذه 9 أصناف، هذه هي اللي نخرج منها
زكاة الفطر. الصاع شحال؟ الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. الصاع بالغرام شحال؟ حوالي 2 كيلو و250 غرام بالتقريب. هذا هو الصاع، 2 كيلو و250 غرام. فإذا كانت هذه الأصناف المذكورة، يعني هذه اللي قلتها لكم، قمح الشعير الزبيب والرز وغيرها، هي الغالبة على الاختيات، فلا يجوز إخراج غيرها. إذا كان الناس المجتمع تاعنا مثلا يأكلوا غير الحوايج هذه، فلا يجوز إخراج هذه غير هذه الأصناف. وإن كان غيرها هو الغالب، مثلا كالتين أو اللحم، يخرج منها وأجزأته على المشهور، هكذا يقول العلماء، أجزأته على المشهور. ولذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: صدقة رمضان صاع من طعام، من جاء ببر قبل منه، ومن جاء بشعير قبل منه، ومن جاء بتمر قبل منه، ومن جاء بسلت قبل منه، ومن جاء بزبيب قبل منه. وهذا الصحابي قال: وأحسبه قال: ومن جاء بسويق أو دقيق قبل منه. ومن جاء بسويق أو دقيق قبل منه. حنا الشعب الجزائري الغالب القوت نتاعو شي هو؟ نعم، الدقيق. إذن هذا هو الغالب القوت البلد نتاعنا، الدقيق. ما كاينش ياكل اللحم كل نهار وياكل البيفتاء كل نهار، ما كاينش الدقيق. إذن يخرج صاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نجي واحد المسألة مهمة، وهي حكم إخراجها نقدا. بعض الناس يقول لك لا يجوز إخراجها نقدا، والبعض يقول لك يجوز. طيب، هذا خلاف فقهي. اختلف العلماء والفقهاء في إخراج القيمة في زكاة الفطر على أقوال. أولا، عدم الإجزاء. المذهب الأول يقول لك لا يجوز مطلقا، وهو المشهور، وبه قال الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك. ثانيا، المذهب الثاني يقول لك يجوز مطلقا، وهو قول أشهب وابن القاسم. أشهب هذا عالم فقيه مصري، كان معاصر الإمام مالك، تلميذ الإمام مالك. قول الإمام أشهب وابن القاسم تلميذ الإمام مالك. وبه قال الحنفية، يعني مذهب الإمام الأكبر والأعظم أبو حنيفة النعمان، وسفيان الثوري، وهو مذهب البخاري رحمه الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبهذا أفتى علماء الجزائر، منهم الشيخ أحمد حماني رحمه الله. إذن فالقول الأول قلنا لا يجوز، عندهم أدلتهم. القول الثاني يقول لك يجوز، وذكرنا أصحاب المذهب. ونسب هذا القول، يعني بالجواز نسب هذا القول لبعض الصحابة، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. إذن فالمسألة واسعة، اللي حاب يخرجها دراهم يخرجها دراهم، واللي حاب يخرجها دقيق يخرجها دقيق. طيب، وقتها وقت تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وقتها تكون الصدقة هذه واجبة بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
فمن ولد له ولد، واحد زاد عنده طفل ولا طفلة، فمن ولد له ولد قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان وجبت عليه زكاة الفطر. يعني الإنسان زاد عنده طفل، زاد عنده مزيود قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان، فأنك تخرج عليها زكاة الفطر، تخرج عليها فترتها. كذلك ولو هذا المولود هذا مات قبل فجر يوم العيد، يعني عاش ساعات معدودة، ولو مات قبل فجر يوم العيد. كذلك إذا ولد بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فلا تجب عليه زكاة الفطر ولو استمرت حياته إلى يوم العيد. إذن قبل المسألة قبل الشروق، قبل الغروب من آخر يوم من رمضان زاد عندك طفل، زاد عندك طفلة، تخرج عليها. بعد الغروب ما تخرجش عليها. ويستحب إخراجها بعد الفجر وقبل الخروج إلى المصلى. هذه هي السنة، بعد الفجر وقبل الخروج إلى المصلى، إلى صلاة العيد، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعطيها قبل الفطر بيوم أو يومين. إذن يجوز أنك تخرجها قبل العيد بنهار ولا زوج. ويحرم عليك أيها المسلم، ويحرم عليه تأخيرها إلى بعد الصلاة. إذا كان الإنسان قادر وميسور الحال وما خرجهاش وتهون فيها، ويحرم عليه تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، وتبقى دينا واجبا عليه في ذمتك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا الله تعالى أعلى وأعلم. طيب، أعطيكم برك واحد